ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير بصحه تمام. النهارده في موقف بقى حصل معايا. امبارح روقت الاوضه بتاعتي، روقتها وبصوا يعني نقلت الدنيا وتعبت جدا فيها. فجيت بقى النهارده مامتي بتقول لي بقول لك ايه يا رقية؟ قلت لها قالت لي خشي صبي لي في شويه ميه، خشي صبي لي. قلت لها لا يا ماما بصراحه مش قادره. قالت لي يعني ايه انا مش قادره؟ انت جميله وحلوه اهو، صحتك ما شاء الله جميله. قلت لها ايه ده؟ فرحت جايه بقى، يعني حسيت ان الموقف ده استوقفني. حسيت ان لا بجد يعني لازم كده اطلع واتكلم بقى بشكل تاني، اللي هو يا جماعه ليه كل واحد باصص في حياه التاني؟ ربنا مدينا ال 24 ايراد بتوعنا، مديهولنا بقى على حسب بقى كل واحد مديهم له ازاي، يعني هو ربنا مقسمهم لنا بس احنا كده واخدينهم. في مثلا اللي واخدهم في اطفال، في اللي واخدهم في رزق، في اللي واخدهم كل واحد، وفي اللي واخدهم في صحته، كل واحد واخدهم بطريقه تانيه. فحتى يعني سوري، حتى الاخرس او الاطرش او الاعمى بيقول يا سلام ده مستريح، ده عيش عيشه فل، عايش عيشه فل. لما يموت بقى، لما يموت نقول ايه عليه؟ يا ده مات مستريح. يعني يا جماعه حتى في الموت مش سايبينه، لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله. بلاش نبص في حياه غيرنا، خلينا في حياتنا احنا، خلينا في ورقتنا. بحبكم قوي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.